مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا في فيديو جديد، الجزء السادس من فيديوهات عمرة فتيس الميجان 4. طبعا بالتاكيد ده فتيس سي في تي حضراتكم، تمام؟ ده فتيس سي في تي اللي هو بتاع نيسان جاتكو جي اف 015 اي، هو الجي اف 011 اي اللي كان راكب في الموديلات القديمه زي الفلوينس وكده، وبعض برضه موديلات نيسان، وراكب في المتسوبيشي والسوزوكي وهكذا. على فكره الفتيس ده راكب في حوالي 60 70 عربيه على مستوى العالم، عشان كده هو فتيس يعني شعبي شويه، منتشر على فكره بره، يعني لانه موجود في حوالي 15 موديل من نيسان، موجود في يعني 6-7 موديلات من رينو، موجود في حوالي 12 موديل من سوزوكي، موجود في 3-4 موديلات من ميتسوبيشي. الحقيقه انا يعني مش حابب الفتيس ده، غير ان هو اداؤه ضعيف وكده. انت لو ما حافظتش عليه بيحصل ويرنج كتير في اجزاء كتير في الفتيس. هنشوف في الفيديو ده الترومبا برضو بيحصل فيها تآكل، والتآكل اللي في الترومبا وفي الفالف بتاع الترومبا بيبقى نتيجة عدم تغيير الزيت، مش نتيجة ان انا غيرت الزيت، تمام؟ عشان ما نعكسش الآية يعني. والتآكل طبعا انتوا شفتوه في البوليز والسير والكلام ده برضه بسبب قلة تغيير الزيت. الفالفز بادي ده مظلوم بقى، اللي هو علبة البلوف دي بقى بيجي فيها الرايش بتاع الترومبا والرايش بتاع الايه البلت. الترومبا بتبقى راكبه معايا في اوطى مستوى، يعني في الفتيس من تحت قدام كويس. الفالف بادي بيبقى راكب من تحت برضه، بيبقى على طول ورا الفلتر الصاج. الاثنين بوليز والسير بيبقوا راكبين في ايه، في ظهر الفتيس. ممكن افكهم حتى والعربيه راكبه. من فوق خالص بيبقى اللي هو التورك كونفرتر، اللي هو بياخد الحركه من الموتور. تعالوا كده نشوف مع بعض الترومبا عامله ازاي. الفتيس ده يا جماعه هو مش اسوأ حاجه، يعني هو في الاسوأ منه ما بيمشيش خالص في مصر، واثبت فشله اللي هو الدول كلاتش الدراي، اللي هو تبريد هواء للكلاتشات. طبعا الدول كلاتش الويت احسن منه بكتير، تمام؟ والفتاة بصوا ادي الترومبا اللي احنا هنركبها، تمام؟ لازم نتاكد برضو ان هي سليمه، يعني انت لو جبتها جديده تمام، جبتها استيراد تمام، سليمه، البلف بتاعها سليم وهكذا، تمام؟ الترومبا زي ما قلت لكم بتبقى راكبه في المستوى السفلي الامامي من الفتيس، تمام؟ الترومبا القديمه هوريها لكم دلوقتي عامله ازاي، والبلف بتاعها معلق اصلا، مش شغال كويس، وكمان فيه تآكل، تمام؟ واللي يفك ويعمل عمره الفتيس ده لازم يكون فني متخصص ومدرب. السي في تي بالذات، الفتيس ده بالذات. بص الترومبا القديمه، بصوا البلف محشور جوه اصلا، بعد ما طلعنا البلف بصوا البلف متجرح. بص البلف، يعني الترومبا دي ما كانتش شغاله كويس، فيها تآكل، البلف بتاعها فيه تآكل.